اليوم منكتشف لغز تاريخي كيف أصبح الأويغور القدماء أسياد الترجمة في العالم القديم. السؤال هو: كيف قدر شعب أصوله بدوية يكون قوة فكرية غيرت شكل المعرفة؟ عشان نلاقي الجواب لازم نرجع بالزمن للي قبلهم، لإمبراطوريات تركية زي الغوكتا. طيب، هل كان عندهم كتابة خاصة فيهم؟ هنا تبدأ الحيرة، لأن المصادر التاريخية متناقضة. شوفوا الغريب، سجلين تاريخيين من نفس الفترة كلامهم عكس بعض تماماً. بس في دليل مهم، رسالة دبلوماسية لهم تحليلها بيشير إنها كانت مترجمة للصينية. هذا دليل قوي على التواصل الثقافي المبكر، وهو خيط مهم جدا في قصتنا. طيب، إيش اللي غير كل شيء؟ نقطة التحول كانت لما بدأوا يبنوا مدن ويعيشوا فيها. وفي هذه المدن ازدهرت حركة علمية وثقافية ضخمة، أساسها كان القراءة والترجمة. وهنا ندخل العصر الذهبي للأويغور ونشوف كيف الاستقرار هذا فجر كل طاقاتهم الإبداعية. هم أتقنوا لغات كثيرة وصاروا حلقة الوصل الأهم لنقل المعرفة على طريق الحرير. مش بس لغات، كمان استخدموا أبجديات كتيرة ومختلفة في شغلهم. ترجماتهم غطت ديانات مختلفة، بس التركيز الأكبر كان على الفلسفة والقصص البوذية. والأكثر من كده، ترجموا حتى من لغات ميتة وحافظوا على كنوز معرفية كانت بتضيع. وهذا الجهد الكبير كان وراء شخصيات عبقرية، وأهمهم هو شينكو شيلي توتون. فلسفته ما كانت بس نقل كلام، كان هدفه يرجع الروح للنص الأصلي ويخليه حي. ابتكر الطريقة من 3 خطوات حولت الترجمة من مجرد نقل معلومات لفن حقيقي. شوفوا الفرق هنا، جملة وقع زلزال صارت قصيدة عن استجابة الأرض لعمل الخير، لدرجة أنه أضاف قصص جديدة بالكامل في بداية أعماله. ثقة وإبداع ما لهم حدود. إذن هذا هو حل اللغز، مزيج فريد بين تراثهم البدوي وحياتهم الحضرية الجديدة. إرثهم كان عظيم جدا، لدرجة أن مترجمينهم خدموا في الإمبراطورية المغولية بعدها بقرون. وهذا يخلينا نفكر، لما ثقافة تترجم علوم العالم بلغتها، هي بتكسب إيه وبتخلق إيه من جديد؟ اليوم رحلتنا رح تكون عن قصة حضارة يمكن ما نسمع عنها كتير. حضارة إرثها الأعظم ما كانوا قصور أو جيوش، لا، كان شيء مختلف تماما، كان ترجمة المعرفة. تخيلوا معي حضارة قدرت تبني جسور ضخمة بين العوالم، بس مش بالحجارة أو بالذهب، لا، بالكلمات. وهذا سؤال مهم جدا، لما تنهار الممالك وتختفي الحضارات وتتحول المدن الكبيرة لأطلال، كيف تستمر الحكمة والأفكار العظيمة؟ كيف تقدر تعيش وتنتقل عبر كل هذا الدمار والزمن؟ الإجابة تكمن في عمل دقيق وهادئ، وغالبا ما يكون غير مرئي أبدا، هو فن المترجم. هذا الشخص اللي كان زي الوسيط الصامت اللي حمل شعلة المعرفة عشان تعدي عبر العصور المظلمة وتوصلنا. طيب، قبل ما ندخل في قلب حكايتنا عن مترجمي طريق الحرير، مهم نفهم إن فنهم هذا مش شيء جديد أو حديث. الترجمة بحد ذاتها ضرورة إنسانية قديمة جدا، انولدت من أول ما بدأ البشر يهاجروا ويتواصلوا مع بعض. القصة بدأت لما المجتمعات البشرية تحركت والتقت ببعضها. هنا ظهرت الحاجة الأساسية للفهم المتبادل. وقبل ما يكون في أي نصوص مكتوبة، كانت الترجمة شفوية، مجرد همسة في أذن قائد جيش أو كلمة تتردد في سوق مزدحم. كانت هي الأداة الأولى للدبلوماسية والتجارة وحتى لنشر المعتقدات والأديان. والآن خلونا نرجع بالزمن شوي لورا، حتى قبل الويغور فكرة نقل المعرفة ما بدأت معهم، بالعكس كانت جزء من تقليد أعمق وأقدم عند الشعوب التركية القديمة. الأدلة التاريخية حتى لو كانت قليلة ومتفرقة بترسم لنا صورة واضحة جدا. السجلات الصينية القديمة بتتكلم عن أنشطة ترجمة كانت موجودة في عهد إمبراطورية الهون، وبعدهم في عهد الكوترك. في رسالة مشهورة جدا من الحاكم إشبارة قاغان سنة 584 يعتقد إنها انكتبت بلغة تانية وبعدين اترجمت للصينية. كل هذه كانت مجرد بذور للي رح يصير بعدين، غابة معرفية ضخمة ازدهرت على يد الأوغر. وهنا في نقطة مثيرة جدا للاهتمام، وهي هذا الارتباط اللغوي. بعض الباحثين يعتقدون أن حتى مفهوم المترجم في الصين القديمة تأثر بجيرانهم الأتراك. النظرية تقول إن المترجم كان ببساطة يقول اللي يسمعه، والفعل التركي تيمك اللي يعني القول ارتبط بالعملية نفسها. هذا الشيء يورينا قديش كان التفاعل الثقافي عميق بينهم في ذاك الوقت. وهنا نوصل لقلب قصتنا اليوم، الأويغور. طيب، إيش اللي حول هذا الشعب من مجرد قبائل متنقلة إلى قوة فكرية عظيمة على طريق الحرير؟ إيش هو السر؟ السر كان في تحول جذري. لما استقر الويغور في مدن الواحات الكبيرة، كل شيء تغير.
الحياة المستقرة خلقت بيئة مثالية لظهور طبقة جديدة من المثقفين والكتاب والعلماء. المدن هذه مثل تورفان صارت كأنها مصانع حقيقية للمعرفة، والترجمة كانت هي المحرك الأساسي اللي يشغل كل هذا المصنع. خلونا نوقف لحظة ونشوف هذا التنوع المذهل. المترجمين الأويغور ما كانوا يعرفوا لغة أو لغتين وبس، لا، كانوا عايشين في محيط متعدد اللغات بشكل لا يصدق. أتقنوا لغات الإمبراطوريات العظمى اللي حولهم واللغات الدينية المقدسة وحتى لغات جيرانهم اللي على طريق الحرير. والموضوع ما كان بس لغات منطوقة، هم كمان أجادوا استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الكتابة والأبجديات. هذا يدل على قدرتهم الفكرية الخارقة على التكيف، وقدرتهم على استيعاب المعرفة من أي مصدر وبأي شكل كانت مكتوبة فيه. إذن النقطة الأساسية هنا إن دافعهم كان أكبر من مجرد التواصل. هم شافوا نفسهم كحفظة للتراث الإنساني. يمكن أروع مثال على هذا هو جهدهم في ترجمة نصوص من اللغة التخارية. هذه اللغة كانت شبه ميتة في ذاك الوقت، لكنهم فهموا قيمتها التاريخية واشتغلوا عشان ينقذوا حكمتها من الضياع التام. تمام، الآن خلونا ننتقل من إيش كانوا يترجمون إلى كيف كانوا يترجمون، وهنا بالضبط يكمن سر عبقريتهم الحقيقية، ورح نشوف هذا الشيء من خلال قصة مترجم أسطوري. هذا الاسم هو لأحد أعظم العقول في تاريخ الترجمة كلها. شينكويشيلي توتونغ ما كانش مجرد آلة تنقل الكلمات من لغة للغة، لا، هو كان فنان، كان يعيد تشكيل النصوص ويعطيها حياة جديدة تماما بلغته. وهذا المثال يوضح الفرق بشكل مذهل. شوفوا النص الصيني الأصلي، جملة خبرية بسيطة ومباشرة: حدث زلزال، نقطة. لكن شينكوشيلي ما اكتفى بهذا، هو أخذ هذا الحدث البسيط وحوله لمشهد كوني مهيب، ربطه بعمل خير صار في القصة وخلى الطبيعة والكون كله يشارك في الحدث، يعني أضاف عمق وجمال وشعرية ما كانت موجودة أصلا في النص الأساسي. وهذه كانت فلسفتهم. الترجمة بالنسبة لهم ما كانت عملية ميكانيكية، كانت عمل إبداعي بحت. كانوا يؤمنون إن من واجبهم تحسين النص الأصلي وجعله مؤثرا وجميلا أكثر للقارئ الجديد. كانوا كأنهم يبثون الروح من جديد في الكلمات القديمة. طيب، ممكن أحد يفكر إن هذا العصر الذهبي انتهى وراح، لكن الحقيقة هي إن تأثيرهم استمر وانتقل لواحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات في التاريخ. إذن كيف انتقل هذا الإرث الفكري العظيم؟ الأويغور بنوا نظاما كاملا ومنظم للترجمة، ولما صعد المغول وسيطروا على المنطقة أدركوا قيمة هذا النظام الفكري الهائل، وبدلا ما يتدمرونه استوعبوه. استعانوا بالخبراء الأويغور عشان يساعدوهم في تأسيس دولتهم، وبكذا نقلوا هذا التقليد الفكري العظيم لقلب إمبراطوريتهم. أسماء مثل أنزن وآرون تيمور ما كانت مجرد أسماء عادية في البلاط المغولي، لا، كانوا من كبار مستشاري الدولة في عهد جنكيز خان وخلفائه. هم اللي ساهموا في تدوين القوانين وترجمة المراسيم الإمبراطورية وشكلوا العمود الفقري الإداري للإمبراطورية. الإرث الويغوري ما مات، بالعكس تحول وصار جزء من إرث عالمي أكبر بكتير. وفي النهاية كل هذا يتركنا مع سؤال أعمق: كم من المعرفة اللي وصلتنا اليوم، وكم من الأحداث اللي شكلت عالمنا، وكم من الأفكار اللي نعتبرها أساسية في حياتنا هي في الحقيقة نتاج عمل مترجم مجهول كان يشتغل بصمت في مكان ما على طريق الحرير. يمكن التاريخ مش بس قصة ملوك وحروب، يمكن هو كمان وبشكل كبير قصة الكلمات وهي تعبر الحدود. أغلبنا لما يسمع كلمة ترجمة يمكن أول شيء يجي في باله هو عمل تقني، يمكن حتى شوي ممل، مجرد نقل كلمات من لغة للثانية. بالضبط. لكن الحقيقة أن الترجمة ممارسة قديمة جدا، عمرها من عمر تفاعل الحضارات. واليوم قصتنا عن شعب ما اكتفى بالترجمة كضرورة، لا أبداً، بل حولها لفن، والمشروع حضاري متكامل غير مجرى تاريخ منطقته بالكامل، وهم الأويغور القدماء. تماماً. وهالمرة تحليلنا المعمق رح يعتمد على مقتطفات من محاضرة بحثية بتساعدنا نفهم رحلة الشعب هذا. رح نشوف كيف تحولوا من حياة البداوة والترحال إلى مركز عالمي للتبادل الثقافي على طريق الحرير. والأهم من كل هذا إن أعمال الترجمة عندهم ما كانتش مجرد نشاط جانبي، لا، هي كانت المحرك الأساسي لمجتمعهم والنافذة اللي نقدر نشوف منها مدى تطورهم الفكري والثقافي. طيب خلينا نبدأ من الأساسيات. المصدر يقول إن الحاجة للترجمة تظهر لأسباب منطقية جدا: أكيد، الهجرة، التجارة،
الدبلوماسية، يعني لما تلتقي ثقافتين لازم يكون في جسر للتواصل. صحيح، لكن المثير للاهتمام هو كيف تظهر الأدلة على هذا التواصل. يعني لو نرجع للشعوب التركية الأولى مثل الهن، نلاقي في المصادر الصينية نقاش كامل بين الباحثين اليوم عن إيش بالضبط؟ عن الرسائل الدبلوماسية اللي كانت بينهم وبين الأباطرة الصينيين. هل كانت مكتوبة بالصينية مباشرة من طرف الهون ولا كانت مترجمة؟ وجود بعض الأخطاء الإملائية والنحوية الغريبة في بعض هالرسائل بيخلي الباحثين يميلون لفرضية إنها كانت مترجمة. يعني البحث في تاريخ الترجمة يشبه عمل المحقق. بالضبط، يجمع الأدلة الصغيرة عشان يكون صورة كاملة. وهنا نصل لواحدة من أغرب وأمتع المعلومات في المصدر. لما نفكر بكلمة ترجمة نتخيل كلمة معناها نقل المعنى أو تفسير، شيء منطقي. لكن ماذا لو كانت أصل الكلمة في واحدة من أقدم لغات العالم، جاي من شيء بسيط جدا، شيء كان المترجم يردده باستمرار لدرجة أنه صار اسم المهنة نفسها؟ هذه قصة مذهلة فعلا. المصدر يشير لاحتمالية قوية جدا إنه الكلمة الصينية القديمة اللي كانت تستخدم بمعنى ترجمة أو مترجم، اللي هي كلمة تي. أيوة، تي، أصلها مو صيني أبدا، أصلها من اللغة التركية القديمة. وكيف صار هالشي؟ تخيل المشهد معي. المترجم الفوري التركي قاعد في بلاط الإمبراطور الصيني، يسمع كلام سيده وبعدين يلتفت للمسؤولين الصينيين ويبدأ ينقل الكلام. تمام. كل جملة يبدأها بديدي، ديدي اللي معناها بالتركي القديم هو قال كذا وكذا. الصينيين اللي ما يفهموا تركي، كل اللي يسمعوه هو هذا الصوت اللي يتكرر مع كل جملة، ديدي ديدي. لا يمكن. مع الوقت ارتبط هذا الصوت بعملية الترجمة نفسها، فصاروا يسموا المترجم تي، وهو تحريف صوتي لكلمة ديدي. يعني اسم المهنة جاء من اللازمة اللفظية للمترجم. هذا شيء عبقري وطريف بنفس الوقت. بالضبط. كأننا نسمي الطبيب لأنه يطلب من المريض يقول تماماً. والأعمق من كده إن هذا التطور يكشف عن فهم مبكر لنوعين من الترجمة. كيف يعني؟ النوع الأول هو الترجمة الصوتية أو الحرفية اللي تمثلها كلمة تي، بس كان في مصطلح صيني ثاني لترجمة المعنى، والمدهش إنه يقابلهم كلمة تركية قديمة هي تيلشي، واللي تعني حرفياً رجل اللغة. يعني كانوا يفرقون بين نقل الصوت ونقل المعنى. بالضبط. وجود الكلمتين هدول جنب بعض يدل على إنهم كانوا يميزوا من زمان بين مجرد نقل الصوت وبين الغوص في المعنى الحقيقي للكلام. طيب، عرفنا إنه في جذور قديمة للترجمة عند الشعوب التركية، لكن الأويغور أخذوا الموضوع لمستوى مختلف تماماً. مستوى آخر كلياً. ما كانوا مجرد يترجموا رسائل دبلوماسية، بل بنوا صناعة ترجمة كاملة. السؤال هو، ليش هم بالذات؟ إيش اللي تغير؟ الجواب حسب المصدر يكمن في كلمة واحدة: الاستقرار. الاستقرار. لما انتقل الأويغور من حياة البداوة والترحالة إلى بناء المدن وتأسيس الممالك المستقرة، كل شيء تغير. مدن مثل تورفان وقومول وبشبليق ما كانت بس أماكن للسكن، كانت مراكز حضارية بتنمط بالحياة. يعني الموضوع أكبر من مجرد وجود عنوان ثابت. إيش اللي يخلي حياة المدينة بيئة خصبة للترجمة بهالشكل؟ فكر فيها. المدينة تحتاج إدارة، سجلات، قوانين مكتوبة. صحيح. فيها معابد وأديرة تحتاج نصوص دينية. فيها أسواق ضخمة يجتمع فيها تجار من كل مكان، وهذا يتطلب عقود مكتوبة. كل هذا يخلق طلب هائل على القراءة والكتابة والترجمة. بالضبط. حياة البداوة مع كل غناها الثقافي ما بتتطلب هذا النوع من البنية التحتية النصية. الاستقرار هو اللي سمح بتكوين طبقة من المثقفين والكتاب والمترجمين. وصار عندهم جيش من المترجمين الخارقين. المصدر بيعدد اللغات اللي كانوا يتقنوها، والقائمة بصراحة تخض. مذهلة. السنسكريتية، الطخارية، الصغدية، الصينية، التبتية، وبعدين مع وصول الإسلام أضافوا لها الفارسية والعربية. هذا مو مجرد إتقان لغتين، هذا تعدد لغات على مستوى مؤسسي. والموضوع عاقد من كده، حتى هم ما كانوا بس يترجموا منها اللغات للأويغورية. أجل؟ لا، كانوا الجسر بين كل هالحضارات. يعني تلاقي مترجم أويغوري يترجم نص بوذي من الصينية للتبتية مباشرة. واو. أو يترجم نصاً مانوياً من الصغدية للطخارية. كانوا بمثابة جوجل ترانسليت حقبة طريق الحرير، بس بجودة بشرية فائقة.
ولكي نتخيل حجم هذا الانصهار الثقافي لازم نذكر إنهم كانوا يستخدمون أبجديات مختلفة في نفس الوقت. صحيح، أبجدية الغوكتورك القديمة، الأبجدية الأيغورية الخاصة فيهم، الصينية، السريانية، التباتية، وبعدين العربية. هذا المشهد يعطيك صورة حقيقية عن مركز عالمي متعدد الثقافات. طيب، هذه المهارات اللغوية والبنية التحتية المذهلة كلها كانت في خدمة إيش؟ يعني إيش كان المحتوى اللي يشغلهم لهالدرجة؟ المصدر واضح جدا في هالنقطة. المحرك الأكبر كان الدين. الدين. مجتمع الأيغور كان مجتمعاً متسامحاً دينياً بشكل لافت. في أراضيهم تعايشت 4 ديانات كبرى، وكل دين كان له نصوصه المقدسة التي تحتاج ترجمة: المانوية، البوذية، المسيحية النسطورية، وأخيراً الإسلام. يعني أعمال الترجمة كانت بالدرجة الأولى عملاً دينياً؟ بالضبط، يهدف لنشر المعرفة والإيمان، وهذا يفسر الحماس والجدية في عملهم. والمصدر يركز بشكل خاص على الترجمات البوذية، يمكن لأنها الأكثر غزارة أو الأفضل دراسة. نعم، والتعمق في الترجمات البوذية يعطينا فكرة دقيقة عن مستواهم الفكري. النصوص البوذية الأساسية تعرف بالتريبيتاكا أو السلال الثلاث. السلال الثلاث مثير للاهتمام، ما هي؟ ممكن نقسمها ل3 فئات عشان نفهم طبيعة التحدي. السلة الأولى هي السوترات. السوترات. هذه هي النصوص اللي فيها قصص وحكايات ومواعظ بوذا، هدفها تبسيط التعاليم الدينية المعقدة عشان يفهمها عامة الناس. يعني الجزء القصصي والجذاب من الدين، مثل الحكايات الدينية أو الأمثال في أديان أخرى. بالضبط. السلة الثانية هي الفينايا. هذه هي مجموعة القواعد والأحكام اللي تنظم حياة الرهبان والمجتمع البوذي. يعني الدستور أو القانون الداخلي للدين. تماماً. إيش المسموح وإيش الممنوع، كيف تكون الطقوس، قواعد الطعام واللباس، كل التفاصيل التنظيمية. مفهوم. الجزء التشريعي. طيب، وماذا عن السلة الثالثة والأخيرة؟ هنا يكمن التحدي الأكبر. السلة الثالثة هي الأبهيدرما. الإبهيدرما. هذه ما فيها قصص ولا قواعد. الأبهيدرما هي نصوص فلسفية وميتافيزيقية عميقة جدا. هي تحليلات مجردة عن طبيعة الوجود، الوعي، الزمن والواقع. الجزء الأكاديمي النخبوي من البوذية. بالضبط. وهنا بيت القصيد. ترجمة القصص في السترات عمل مهم، وترجمة القواعد في الفناية ضروري، لكن ترجمة نصوص الأبهيدارما الفلسفية هذا شيء تاني تماماً. هذا يثبت إن الأيغور ما كانوا مجرد ناقلين للمعلومات، كانوا يبنون لغة علمية وفلسفية كاملة في اللغة التركية. وهذا هو بالضبط الاستنتاج المهم. تخيل إنك تحتاج تترجم مفهوماً فلسفياً معقداً مثل العدم أو الوعي الخالص إلى لغة ما فيها مقابل مباشر لهالكلمات. صعب جداً. أنت ما قاعد بتترجم كلمة، أنت قاعد تبني مفهوم كامل من الصفر. هذا العمل يتطلب قدرة فكرية هائلة وبراعة لغوية استثنائية. قدرتهم على ترجمة الفلسفة هي أكبر دليل على نضوج مجتمعهم الفكري. إذن، بعدما عرفنا ماذا كانوا يترجمون، ننتقل لسؤال كيف. المصدر يقول إن أسلوبهم تطور مع الوقت. صحيح. في البدايات كانت ترجمات حرفية جدا، اللي نسميها الترجمة سطرا بسطر. كيف يعني؟ كانوا يكتبون السطر باللغة الأصلية مثل السنسكريتية، وتحته مباشرة يكتبون الترجمة الأيغورية كلمة بكلمة تقريبا. هذا يذكرني بالترجمات الأولى للقرآن الكريم لبعض اللغات اللي كانت تتم بين السطور للحفاظ على قدسية النص الأصلي. يمكن كان عندهم نفس الهاجس؟ هذا تفسير منطقي جدا. في البداية يكون الهدف هو الأمانة المطلقة للنص الأصلي، لكن مع الوقت ومع زيادة الثقة بالنفس والتمكن من اللغتين بدأوا يتحولون لنموذج أكثر إبداعاً وحرية. وهنا يظهر اسم لازم نتوقف عنده. نجم الترجمة في عصره، شينغو شيلي توتونغ. شينغو شيلي توتونغ. إيش اللي كان يميزه عن غيره؟ شينغو شيلي توتونغ ما كان مجرد مترجم، كان أديباً ومبدعاً. أسلوبه ما كان يكتفي بنقل المعنى الحرفي، بل كان تفسيرياً وتوضيحياً. يعني كان يضيف شروحات من عنده؟ أيوة، ويستخدم أسلوباً أدبياً وشعرياً عشان يخلي النص الجديد جميلاً ومؤثراً في اللغة الأيغورية. باختصار، كان يعيد خلق العمل الفني بلغة جديدة. وعندنا مثال مذهل يوضح كلامك هذا. المصدر يتكلم عن ترجمته لنص
سوترا النور الذهبي. أو التونياروك بالأويغورية. في النص الصيني الأصلي في جملة بسيطة جدا تقول: حدث زلزال. ترجمتها الحرفية سهلة ومباشرة. لكن شينغو شلة وتونغانغ ما يرضى بالبساطة هذه. أبداً. حول هذه الجملة القصيرة إلى فقرة شعرية بديعة. في ترجمته، الزلزال ما كان مجرد هزة أرضية، كان تفاعلاً كونياً مع عمل خير أقام به أحد أبطال القصة. يا سلام. وصف كيف أن السماء أمطرت زهوراً، والجبال اهتزت، والأنهار اضطربت، وكيف أن الكون كله تجاوب مع هذا الفعل النبيل. هذا المثال وحده يوضح الفرق الشاسع بين الترجمة الحرفية الميتة والترجمة الفنية اللي بتبث روحاً جديدة في النص. وهذا التقليد الفني ما كان حالة فردية. المصدر يذكر أسماء ثانية مهمة تعطينا إحساس بوجود مدرسة فكرية متكاملة. مثل مين؟ فيه براتين راكشتي اللي ترجم عمل بوذي ضخم اسمه مايتر سيمت، وفيه مترجمين من العصر المغولي مثل أنزانغ وكوروناداس اللي كملوا على نفس النهج. استمرارية يعني. اعتمدوا على خبرة الأويغور الإدارية والثقافية. تقليد الأويغور في إنشاء لجان متخصصة من العلماء لمراجعة الترجمة والإشراف عليها تم تبنيه بالكامل من قبل الإمبراطور المغولي قوبيلاي خان. هذا يوضح عمق تأثيرهم اللي استمر لقرون. إذن الصورة اللي تتكون عندنا الآن هي أن الأويغور القدماء ما كانوا مجرد وسطاء أو محطة على طريق الحرير. كانوا أكثر من ذلك بكثير. كانوا مصنعاً للأفكار. كانوا يأخذون المواد الخام من الهند والصين وبلاد فارس ويعيدون صياغتها، يضيفون عليها ويبتكرون منها شيئاً جديداً. مشروع الترجمة عندهم كان مشروعاً فكرياً وفنياً متكاملاً، شكل لغتهم وثقافتهم وحتى أثر في الإمبراطوريات العظيمة اللي جت بعدهم. وهنا في فكرة أخيرة من المصدر أعتقد إنها تستحق نتوقف عندها ونتأمل فيها. تفضلي. المصدر يذكر أنه الأويغور ما كانوا يترجموا بس من لغات حية ومنتشرة في عصرهم مثل الصينية والسنسكريتية. كانوا يترجمون أيضاً من لغات كانت تعتبر ميتة أو شبه منقرضة في وقتهم، مثل اللغة التخارية. غريبة هذه. ليش ممكن يبذلوا كل هذا الجهد لترجمة نصوص من لغة لم يعد يتكلمها أحد كلغة وهذا هو السؤال المهم. لما نفكر بالترجمة اليوم غالباً نشوفها كجسر للتواصل بين ثقافات حية ومعاصرة. صحيح. لكن اللي عملوه الأويغور كان شيء أعمق. كانوا يشتغلون كعلماء آثار ثقافيين. علماء آثار ثقافيين، جميل المصطلح. كانوا ينقبون عن المعرفة في نصوص مكتوبة بلغات كانت على وشك الاندثار، وينقذون حكمتها وينقلونها للغتهم وللمستقبل. يعني كانوا حراس لذاكرة المنطقة بالكامل، مو بس لذاكرتهم هم. بالضبط. وهذا يطرح سؤال أخيراً للتفكير. ما هو الهدف الأسمى للترجمة؟ هل هو بس للتواصل العملي اليومي بين الناس؟ أم أنه أعمق من ذلك؟ أم أنه أيضاً عمل حيوي للحفاظ على الذاكرة الجماعية للبشرية وإنقاذ المعرفة والأفكار العظيمة من النسيان، حتى لو كانت مكتوبة بلغات لم يعد لها ناطقين؟ عمل الأويغور يرجح الخيار الثاني بقوة. نناقش اليوم مادة تحليلية رائعة عن تاريخ الترجمة عند الأويغور القدماء، وكيف أصبح هذا النشاط ركيزة أساسية في ثقافتهم وحضارتهم. والمادة فعلا مليئة بالمعلومات القيمة، لكنها حاليا تبدو كجزر منعزلة من الحقائق. بالضبط، وهذا هو جوهر النقطة الأولى اللي ممكن نبدأ منها. تماما، وهي إننا ممكن نعزز الأثر الإقناعي للمادة لو بنينا سردية تاريخية أكثر ترابطا تربط بين الأفكار المختلفة. تقصدين إن المعلومات موجودة لكن الخيط اللي بيربطها ببعض مش واضح؟ بالضبط. يعني حالياً عندنا كم هائل من المواد الخام الممتازة، أصل الكلمات، أسماء المترجمين، النصوص المترجمة، كلها موجودة، لكنها معروضة بشكل متجاور. القارئ بينتقل من محطة للتانية، من الووكتورك لأصل كلمة تيلتشي لسيرة المترجمين، وهو اللي بيبذل مجهود الربط بينها. بس هل ده ممكن يكون مقصود؟ يعني كأن الكاتب عايز يقدم بانوراما شاملة بدل حجة مركزية واحدة؟ يمكن القصد هو إعطاء القارئ لمحات من كل شيء، اللغة، التاريخ، الشخصيات. وده منظور مهم جداً، والنية دي مفهومة. لكن المشكلة هي إن البانوراما من غير إطار واضح بتفقد تأثيرها. القوة الحقيقية بتيجي من تحويل البانوراما دي لرحلة ليها بداية ووجهة.
بدل ما تكون مجرد معرض للحقائق. تماماً. بدل ما تكون معرض، ممكن المادة تجاوب على سؤال محوري واحد كبير، وده هيخلي كل حقيقة وكل معلومة تكتسب معنى أعمق ووظيفة محددة. طيب وإيه ممكن يكون السؤال المحوري ده اللي يجمع كل الخيوط دي؟ تخيل لو المادة كلها اتبنت حوالين السؤال ده: إزاي الظروف الاجتماعية والثقافية الفريدة للأويغور حولت مجتمعهم للمركز الأكثر تطوراً وإنتاجاً للترجمة في العالم التركي القديم؟ ده بيغير كل حاجة. فجأة إحنا ما بقيناش بنتكلم عن حقائق متنظرة، كل معلومة بتصبح دليل في قضية بنحاول نثبتها. ده تغيير جوهري في المقاربة. هو انتقال من دور المؤرخ اللي بيجمع الأدلة لدور المحلل اللي بيبني قضية. بالظبط. وده مش بس بيخلي المادة أقوى، ده بيغير علاقة القارئ بالنص، بيخليه شريك في رحلة استكشافية عشان يجاوب على السؤال الكبير ده. عجبتني جدا فكرة تحويل القارئ للشريك في التحليل دي. طيب عمليا إزاي ممكن نطبق ده؟ هل معناه إننا نعيد ترتيب الفصول؟ مش مجرد ترتيب، لأ، إعادة تصور لوظيفة كل جزء. بدل ما نبدأ بتاريخ الترجمة بشكل عام وبعدين الغوتوركورك، خلينا نبدأ مباشرة بالأويغور. نحطهم في قلب المسرح من المشهد الأول. أيوة، ونوضح للقارئ دول أبطال قصتنا ودي الظاهرة اللي عايزين نفهمها. بعد كده كل اللي بيجي قبلهم زي الهون والغوتوركورك ما بيبقاش فصل منفصل، بيبقى تمهيد، بيبقى بمثابة الفصل التمهيدي اللي بيشرح إيه اللي مهد الطريق للانفجار ده في الترجمة. فهمت. فالفترات التاريخية اللي قبلهم بتتحول لخلفية ضرورية عشان نفهم الحدث الرئيسي. تماماً. وحتى التحليل اللغوي لكلمة تلشي ممكن ندمجه في السياق ده. بدل ما يكون معلومة معزولة عن أصل الكلمة، بيبقى دليل على إن مفهوم الترجمة كان له جذور قديمة، لكن الأويغور هم اللي أخدوا المفهوم ده وأسسوه وطوروه لمستوى تاني خالص. وقائمة المترجمين اللي في الآخر دي ممكن تتحول لدراسات حالة حية. شخصية زي شينكو شيلي توتونغ ما تبقاش مجرد اسم في قائمة، لأ، يبقى بطل في فصل مخصوص بيوضح لنا إزاي الترجمة اتطورت من مجرد نقل أمين لفن إبداعي، وأسلوبه في الترجمة بيبقى هو الدليل الملموس على نضج اللغة الأويغورية. جميل. بالطريقة دي كل معلومة مهما كانت صغيرة بتخدم بناء الحجة المركزية وبتدفع السرد اللي قدام. بالظبط. طيب الفكرة دي عن بناء سردية متكاملة بتقودنا مباشرة لسؤال تاني: إيه الهدف من السردية دي؟ إيه الرسالة الأكبر اللي بنحاول نوصلها؟ وده بيلامس النقطة التانية اللي كنا عايزين نناقشها، وهي نقطة حاسمة فعلا. ممكن نبرز أهمية المادة دي بشكل أكبر بكتير لو ربطنا جهود الترجمة عند الأويغور بنتائج تاريخية وثقافية أوسع. اللي هو سؤال الصوت. بالظبط. المادة الحالية بتجاوب بشكل ممتاز على أسئلة إيه اللي ترجموه ومين اللي قام بالترجمة، لكنها مش بتتعمق كفاية في الإجابة على السؤال الأهم: إيه أهمية كل ده؟ ومن غير إجابة واضحة على السؤال ده، العمل بيفضل حبيس نطاقه الأكاديمي الضيق. أنا بحس بده كقارئ بعد ما بخلص قراءة كل الحقائق المذهلة دي بيفضل عندي شعور إني مش مدرك تماماً حجم التأثير اللي عمله كل النشاط ده. وده هو التحدي. الضعف مش في نقص المعلومات، لأ، في عدم توضيح عواقبها. والاقتراح هنا مش إننا نضيف معلومات جديدة بالضرورة، لكن لأ، إننا نخصص لحظات استراتيجية جوه السرد عشان نشرح النتائج دي بشكل صريح. لازم ناخد بإيد القارئ ونقول له: شوف، النشاط الترجمي ده ما كانش مجرد طرف ثقافي، ده كان المحرك اللي شكل مجتمعهم وأثر على جيرانهم ورسم ملامح مستقبل المنطقة كلها. هل عندك أمثلة محددة إزاي نظهر العواقب دي؟ أكيد، وخلينا ناخد الأمثلة اللي في المادة نفسها ونعمقها. لما بنتكلم عن ترجمة النصوص البوذية والمانوية والمسيحية، مش كفاية نقول إن هم ترجموها، لازم نقول إيه اللي حصل بسبب الترجمة دي. أيوة، لازم نوضح إن النشاط ده حول واحات ترفان لشيء يشبه وادي السيليكون بتاع الأفكار في عصره، ملتقى عالمي فريد بتتلاقى فيه الأديان والفلسفات من الصين والهند وبلاد فارس والغرب. فكرة وادي السيليكون دي قوية جدا لأنها بتدي للقارئ إطار معاصر يفهم بيه أهمية اللي حصل. بالظبط. وده مش بس خلق مجتمع متسامح، لا، ده خلق بيئة فكرية خصبة أثرت على كل حاجة من الفن لأساليب الإدارة. طيب، وبالنسبة لشخصيات زي شينكو شيلي توتونغ، أسلوبه الفني في الترجمة ده مثالي. ما نقدمهوش كحاشي عن أسلوبه، لا، نقدمه كدليل أساسي على نقطة أكبر:
اللغة الأيغورية نفسها بفضل جهود المترجمين دول تطورت من لغة محكية للغة علم وأدب وفلسفة. قادرة تعبر عن أعقد الأفكار. تماماً. اللي عمله شينكو شيلي ما كانش مجرد ترجمة، ده كان مشروع بناء لغوي وحضاري. هو كان بيثبت إن لغته قادرة تكون ند للغات الحضارات الكبرى زي الصينية والسنسكريتية. ده بيغير المنظور تماماً. الترجمة هنا بتصبح أداة للتمكين اللغوي والثقافي. بالظبط. والنقطة الأهم يمكن هي تأثيرهم على المغول. المادة بتذكر إن المترجمين الأيغور اشتغلوا في البلاط المغولي، بس إحنا ممكن نروح لأبعد من كده. إزاي؟ ممكن نطرح فكرة إن الإرث الأيغوري ما كانش مجرد إرث ثقافي، لا ده كان بمثابة نظام تشغيل إداري وثقافي جاهز للاستخدام. لما المغول ظهروا على الساحة كقوة عسكرية هائلة، ما كانش عندهم البنية التحتية اللازمة لإدارة إمبراطورية. كانوا محتاجين نظام. والأيغور بتقاليدهم في الكتابة والترجمة والإدارة قدموا لهم النظام ده جاهز. ده بيغير دور الأيغور من مجرد متأثرين بالحضارات التانية لمؤثرين أساسيين في بناء واحدة من أكبر إمبراطوريات التاريخ. مدهش. الفكرة دي لوحدها بترفع أهمية الموضوع كله. فجأة إحنا ما بقيناش بنتكلم عن تاريخ منطقة معزولة، لا بنتكلم عن فصل حاسم في التاريخ العالمي. وهو كذلك فعلا. طيب الربط ده بالنتائج الكبرى بيخلينا نفكر في التفاصيل الصغيرة. إزاي ممكن نوازن بين الرؤية الشاملة دي والتفاصيل الدقيقة اللي في المادة؟ سؤالك ده بيقودنا مباشرة للنقطة الثالثة والأخيرة، وهي إن تحذيب الجمهور المستهدف بشكل أدق بيساعد على موازنة التفاصيل الأكاديمية العميقة مع السردية العامة. المادة حالياً واقعة في منطقة وسطى ممكن ترضيش الطرفين تماماً. إزاي يعني؟ هي بتقدم تفاصيل دقيقة جداً زي الوصف الجسدي للمترجم جيتشن أو الأصل اللغوي لكلمة ديدي. التفاصيل دي ممكن تشتت القارئ العام اللي بيدور على القصة الكبيرة، وفي نفس الوقت مش بتقدم تحليل كافي للتفاصيل دي عشان تشبع فضول القارئ المتخصص. يعني التحدي هو إن المادة بتحاول تكون كل شيء لكل الناس، وده شبه مستحيل. تماماً. والاقتراح مش إننا نحذف التفاصيل دي لأن كتير منها رائع. الاقتراح هو إننا نخلي التفاصيل دي تشتغل علشان تخدم القصة الرئيسية بدل ما تكون مجرد زخارف. أيوة، بدل ما تكون زخارف أو معلومات إضافية لازم تتحول لأدوات قوية في إيد الكاتب عشان يسرد قصته ويثبت حجته. كل تفصيل لازم يكون له وظيفة، لو ملهوش وظيفة فإما نحذفه أو نلاقي له وظيفة. أعتقد إني فاهم الفكرة نظرياً، بس شكلها إيه على أرض الواقع؟ إزاي ممكن ناخد تفصيل دقيق ونحوله لأداة سردية؟ خلينا ناخد مثال رائع من المادة نفسها، قصة ترجمة شينكو شيلي لمشهد الزلزال. النص الأصلي بيقول ببساطة حدث زلزال، لكن شينكو شيلي بيترجمها بوصف شاعري طويل عن اهتزاز الجبال والأرض. أنا فاكر النقطة دي. حالياً المعلومة دي متقدمة كحقيقة مثيرة للاهتمام، بس احنا ممكن نحولها للحكاية المركزية اللي بتجسد فلسفة الترجمة الأوزيغورية كلها. إزاي؟ ممكن نبني فصل كامل حوالين الحداثة دي. نبدأ بالقول إن الترجمة مش مجرد نقل للكلمات، دي دايماً اختيار. وبعدين نطرح السؤال، ليه شينكو شيلي اختار إنه يعيد إبداع المشهد ده بدل ما ينقله بأمانة؟ والإجابة على السؤال ده الإجابة على السؤال ده بتكشف لنا كل حاجة: ثقته بلغته، رغبته في خلق نص أدبي جميل، فهمه إن النص الديني لازم يأثر عاطفياً في القارئ مش بس يخبره بالمعلومة. التفصيل الصغير ده بيبقى شباك بننطل منه على عالم كامل من الفكر والثقافة، بيبقى هو الدليل الملموس على كل اللي كنا بنقوله عن الترجمة كفعل إبداعي. يلها من نقلة نوعية، ده بيحول معلومة هامشية لحجر زاوية في البناء السردي. طيب، وماذا عن قائمة المترجمين الطويلة في آخر المادة؟ شكلها حالياً جاف شوية. دي فرصة ذهبية تانية. بدلاً من تكون قائمة أسماء وتواريخ، ممكن نعيد صياغتها عشان تبقى قصة بحد ذاتها، قصة تطور مهنة المترجم عبر العصور. مصنفهم يعني؟ ممكن نصنفهم تحت عناوين وظيفية أو رمزية، مثلاً الرائد، شخص زي جيتشن اللي كان من الأوائل وبدأ الطريق. الجسر الثقافي، مترجم زي ألتون كولوك اللي كان حلقة وصل بين ثقافتين. والمبدع الأكبر طبعاً شينكو شيلي. بالضبط، المبدع الأكبر شينكو شيلي توتونغ اللي وصل بالترجمة لمستوى الفن. والمستشار الإمبراطوري، شخصية زي أنزن جانج اللي نقل التقليد ده لبلاط المغول. ده رائع.
فكرة تحويل قائمة أسماء لفصول في قصة تطور دور المترجم ده مش بس بيحل مشكلة السرد، ده بيضيف بعد درامي للتاريخ. أنا ما حاولتش أفكر في الموضوع بالطريقة دي قبل كده. بالضبط، أنت بتحول القائمة من مجرد بيانات لمعرض شخصيات تاريخية لكل واحد منهم دور ومكانة. وده هو الهدف في الآخر. أيوة، الهدف هو إننا نخلي التاريخ ينبض بالحياة. القارئ هيفتكر الشخصيات دي وقصصها أكتر بكتير من مجرد قائمة أسماء. وبالطريقة دي إحنا مش بنضحي بالدقة الأكاديمية، لا، إحنا بنستخدم أدوات السرد القصصي عشان نقدم الدقة دي بطريقة أكثر تأثيراً وجاذبية. فبنخدم الجمهورين في نفس الوقت. بنخدم الجمهور العام والمتخصص من خلال جعل المادة أكثر قوة وإقناعاً للجميع. حسناً، أعتقد إن الصورة بقت واضحة جداً دلوقتي. عشان نلخص النقاط الرئيسية، في 3 فرص أساسية لتحويل المادة الممتازة دي بالفعل العمل استثنائي. أولاً، بناء سردية متماسكة ومقنعة حول سؤال محوري واحد، وده بيحول مجموعة الحقائق لقضية متكاملة. ثانياً، إبراز أهمية ونتائج النشاط الترجمي بشكل صريح عشان نجاوب على سؤال لماذا يهمنا هذا؟ وده عن طريق ربط جهود الأيغور بالتطورات الثقافية واللغوية والسياسية الأوسع، ومنح إرثهم بعداً عالمياً بيتجاوز حدود منطقتهم. وأخيراً، موائمة مستوى التفاصيل مع السردية الرئيسية، وده مش بحذف التفاصيل لكن بتسخيرها بذكاء عشان تبقى أدوات قوية لسرد القصة وتوضيح الحجة المركزية، وده بيخلي كل كلمة في النص بتخدم هدف واضح. بالضبط، الاقتراحات دي مش بتغير جوهر المادة، لكنها بتطلق العنان لقوتها الكامنة عشان تحولها من مخزن للمعلومات لمحرك للأفكار. عمل رائع بالفعل. الاقتراحات دي هدفها تحويل مادة غنية بالمعلومات لتحليل تاريخي له أثر أعمق ورسالة أوضح، وبنرحب دايما بإعادة إرسال المادة بعد المراجعة عشان نواصل الحوار ونبني عليها. أهلا بكم في حوار ونقاش. اليوم رح نغوص في تاريخ طريق الحرير، بس من زاوية يمكن شوي مختلفة، زاوية الكلمة المكتوبة. حوارنا بدور حول ظاهرة الترجمة المذهلة عند الأيغور القدماء. المصادر التاريخية بتكشف عن حركة ترجمة واسعة جدا، يعني ما كانت مجرد نقل للمعاني، لا، كانت قوة ثقافية هائلة بنت مجتمع بأكمله. وهون بيجي جوهر نقاشنا. هل كانت هذه الأنشطة مشروع فكري رائد ومبتكر بيعكس وعي ثقافي متقدم صاغ هويتهم بفعالية وأثر في اللي حواليهم، ولا كانت بالأساس استجابة تكيفية ذكية فرضتها ضرورات دينية وسياسية جاية من برا؟ أنا رح أدافع عن الرأي الأول اللي بيشوف بهاي الحركة ريادة فكرية أصيلة. وأنا رح أطرح وجهة نظر مختلفة، وهي إنه هذا النشاط العظيم على الرغم من إنه مبهر كان بجوهره رد فعل بارع تملي ضرورات البقاء والتكيف بعالم متغير ومش مشروع فكري مستقل. طيب خليني أبدأ من هالنقطة. لما أتكلم عن مشروع فكري، أنا ما عم بتخيل يعني فلاسفة منعزلين بأبراج عاجية. اللي بشوفه بالمصادر هو حركة منهجية منظمة وعلى نطاق واسع. شوفي بس التعددية اللغوية وحدها: السنسكريتية، التخارية، الصغدية، الصينية، التبتية، والمغولية بعدين. ترجمة من كل هاللغات وإليها. هاد ما بيصير بالصدفة، هاد بيدل على بنية تحتية معرفية. المصادر بتشير لشيء بيشبه ورشات عمل أو لجان ترجمة بتتبع عمليات دقيقة من المراجعة والتنقيح لضمان الجودة. هاد مش عمل أفراد، هاد عمل مؤسسي. بس اللي عن جد بدهشني واللي بيخليني أقول إنها حركة رائدة هو شغفهم المعرفي اللي بيتجاوز أي ضرورة عملية مباشرة. شو بتقصد بتجاوز الضرورة العملية؟ كل هاللغات كانت موجودة على طريق الحرير. بالضبط. بس هم ما اكتفوا بلغات التجارة والدين الحية، لقد انكبوا على ترجمة نصوص من لغات كانت يعني لكل المقاصد والأغراض ميتة بوقتها. اللغة التخارية هي المثال الأوضح، ما كانت لغة تخاطب يومي بأوج ازدهار الترجمة الأيغورية. طب ليش مجتمع عملي يستثمر كل هالموارد بترجمة نصوص من لغة بائدة؟ ما بنقدر نفسر هذا إلا بدافع أعمق، اهتمام علمي وتاريخي بحفظ المعرفة من أجل المعرفة نفسها. الأمر بيشبه مشروع تنقيب أثري بس بعالم النصوص. هذا هو اللي بيفصل بين مجرد التكيف وبين بناء مشروع حضاري حقيقي. باقية، بس أنا بعتقد الأدلة بتشير لشيء أكثر تفاعلية ويمكن حتى أكثر إلحاحاً. أنا بشوف قصة بقاء وتأقلم مش استكشاف فكري. خلينا نشوف المحتوى. شو كانوا يترجموا؟
الغالبية العظمى من النصوص اللي وصلتنا بتندرج تحت 4 أديان رئيسية وافدة: المانوية، بعدين البوذية، والمسيحية النسطورية، والإسلام لاحقاً. المحرك الأساسي كان الحاجة لفهم واستيعاب هاي العقائد الجديدة اللي اجتاحت عالمهم. كان لازم يخلوا هالأفكار المعقدة منطقية بلغتهم وثقافتهم. هاد مش فضول فكري مجرد، هاي عملية بناء هوية دينية جديدة، والدليل على هاد في بداياتهم. الترجمات الأولى مثل ترجمات نيرفانا السوترا من السنسكريتية كانت حرفية بشكل صارم، سطر بسطر. هاد ما بيعكس ثقة المبتكر، بل حذر المتلقي الحريص على عدم تحريف النص المقدس. هاد سلوك حدا عم يتلقى فكر جديد، مش حدا عم ببادر بإنتاجه. بس الحذر بالبداية ما بينفي الإبداع بعدين. كل حركة فكرية بتبدأ بالتقليد قبل ما تصل للأصالة. متفقة معك، بس السياق هون حاسم. ما فينا نفصل هالازدهار بالترجمة عن تحولهم الجذري من حياة البداوة للحياة الحضرية المستقرة بواحات طريق الحرير. فجأة لقوا حالهم بقلب العالم، ملتقى القوافل والأفكار والأديان والإمبراطوريات. بهاي البيئة الجديدة والمضطربة، الترجمة ما كانت طرف، كانت أداة لا غنى عنها لإدارة كل شيء: العلاقات الدبلوماسية مع الصين، التجارة مع السعوديين، وفهم الأديان اللي جاي من الهند وبلاد فارس. لهيك أنا ما عم بقلل من شأن إنجازهم، بس عم بعيد تقطيره. كانت الترجمة وسيلة تكيف ثقافي عبقرية، بس كانت استجابة لظروف فرضت عليهم، وما كانتش خيار فكري مستقل. هاي النقطة مهمة، فكرة إنه السياق بيفرض التحدي. بس هل عن جد بنقدر نفصل التكيف عن الإبداع بهالشكل الحاد؟ خلينا نتعمق بطبيعة الترجمة نفسها، لأني بشوف فيها شيء بتجاوز مجرد التكيف. النموذج اللي بيغير قواعد اللعبة بالنسبة لإلي هو المترجم الأسطوري شينكو شيليتوتونغ، وعمله على النص البوذي الشهير ألتون ياروك أو السوترا الذهبية. اللي عمله شينكو ما كان ترجمة، كان إعادة خلق للنص. إعادة خلق؟ كلمة قوية شوي، كيف يعني؟ لقد أضاف قصتين كاملتين بمقدمة العمل، قصتين مش موجودين أبداً بالنص الصيني الأصلي اللي كان عم بيترجم منه. بس الأكثر إدهاشاً هو أسلوبه. لقد مسك فقرات نثرية جافة وموجزة بالأصل الصيني وحولها لشعر أيغوري ينبض بالحياة والصور البلاغية. في مثال مشهور، النص الصيني بيذكر ببساطة حدث زلزال، جملة تقريرية جافة. أما شينكو فحولها لمقطوعة شعرية مؤثرة بتوصف كيف الكون كله من الأرض للسماوات اهتز وتأثر، وكيف تناثرت الأزهار من السماء إجلالا لعمل خير. هاد مش مجرد تكييف لغوي، هاد عمل فني. هاد دليل قاطع على أن المترجم كان بيشوف حاله مؤلف مبدع، شريك بالنص، مش مجرد ناقل أمين. أنا ما بنكر الإبداع الفني هون، هو واضح ومبهر، بس بحطه بسياق مختلف تماماً. هاي الترجمة الحرة اللي عملها شينكو وغيره من المترجمين المهرة كانت مرحلة متطورة جداً من توطين النصوص الدينية. الهدف ما كان إبداع فني خالص، كان هدف براغماتي جداً: جعل الفلسفات البوذية المعقدة والغريبة مقبولة ومؤثرة أكثر عند جمهور محلي يمكن ما يستوعب المفاهيم المجردة بسهولة. استخدموا الشعر والصور البلاغية المألوفة إلهم ليوصلوا رسالة دينية وتعليمية بجوهرها. السؤال اللي لازم نسأله هو: هل منلاقي هالنوع من الإبداع بترجمة الوثائق التجارية أو القانونية مثلاً؟ لا، على الأغلب لا. بالضبط، هالإبداع كان محصور بالنصوص الدينية، وهاد بدعم نظريتي بأن الهدف كان دايماً التبشير وترسيخ العقيدة. تذكر أنه نقطة البداية زي ما حكيت قبل كانت الترجمة الحرفية كلمة بكلمة. هالتطور من الحرفية الصارمة للإبداع الشعري ما كان قفزة نحو الفن من أجل الفن، كان تطور بالأدوات لخدمة هدف عملي، وهو جعل الدين الجديد جذاب وفعال أكثر. الأصل كان النقل المحافظ، والتطور بعدين كان لخدمة أهداف عملية بحتة. بشوف وجهة نظرك، بس مش ممكن يكونوا الهدفين متداخلين. يعني مش ممكن يكون الدافع الديني هو اللي أطلق العنان لهالإبداع الأدبي. حتى لو كان الهدف براغماتي، الوسيلة كانت فنية بامتياز، وهاد بحد ذاته بشكل حركة فكرية. بس خلينا ننتقل من كيف ترجموا لشو ترجموا. هاد برجعنا مرة تانية للتعددية اللغوية.
إتقان هالعدد الهائل من اللغات ما بنفع نفسره بس بالحاجة الدينية أو التجارية. المصادر بتخبرنا إنهم ما ترجموا بس للغتهم الأويغورية، كانوا عم بيلعبوا دور الوسيط، يعني بترجموا نص من التيبيتية للصغدية مثلا. وهاد دور مهم جدا على طريق الحرير. أكثر من مهم، هاد بحطهم بمركز شبكة المعرفة بآسيا الوسطى. إنك تكون وسيط ثقافي بهالمستوى بتطلب فضول فكري حقيقي ورغبة ببناء جسور بين الحضارات، وهاد بتجاوز مجرد تلبية الحاجة المحلية. ودليل استمرارية هالدور هو مكانتهم اللي ما في زيها بالبلاط المغولي بعد قرون. لما أسسوا المغول إمبراطوريتهم، لمين لجأوا ليديروا ديوان الترجمة؟ للأويغور. كانوا هم المرجع، الخبرات. هاي السمعة ما انبنت من فراغ أو بمجرد الموقع الجغرافي، تراكمت عبر أجيال من الريادة المعرفية. مرة تانية، بعتقد إنك بتقلل من شأن قوة الجغرافيا الحتمية. شوف خريطة حوض تاريم بهداك العصر، كانوا محاصرين بالمعنى الحرفي للكلمة بالحضارات الكبرى. ما كان عندهم خيار إلا يتعلموا لغات جيرانهم وشركائهم التجاريين ومصادر أديانهم. لما تكون الصين شرقاً والتبت جنوباً والعالم الإيراني الصغدي غرباً والثقافات الهندية عم تتسرب من كل مكان، فالتعددية اللغوية مش طرف فكري، هي شرط أساسي للوجود. إتقان هاي المهارة كان ضروري للبقاء والازدهار. هم أبدعوا بتحويل الضرورة لميزة، هاد صحيح، بس الضرورة كانت هي نقطة البداية. عبقريتهم كانت بإتقان فن التأقلم، مش باختيار الفضول التجريدي. بس الإتقان بهالمستوى لدرجة إنك تصير أنت المترجم المعتمد لإمبراطورية مثل الإمبراطورية المغولية، هاد بتجاوز مجرد التأقلم. هاد معناه إنك طورت منهجية وعلم وفن للترجمة تفوقت فيه على غيرك. هاد هو تعريف الريادة. وهون عندي دليل بعترف إنه تخميني شوي بس مثير للتفكير جدا. عم بسمع. إنه دليل لغوي بيتعلق بجيرانهم الأقوياء الصينيين. في بعض الباحثين اللغويين بيشوفوا إنه المصطلح الصيني القديم للترجمة أو المترجم هو تي يمكن ما يكون صيني الأصل، يمكن يكون مشتق من الفعل التركي القديم تيمك اللي معناه يقول أو يتكلم. النظرية بتقول إنه الصينيين اللي كانوا مجتمع مستقر ومنغلق أكثر يمكن شافوا جيرانهم الأتراك لكثرة ترحالهم وتفاعلهم مع الشعوب التانية كنموذج للمترجمين، لدرجة إنهم استعاروا المصطلح منهم ليوصفوا هاي العملية. لو صحت هاي الفرضية فهي مش أقل من اعتراف من حضارة عريقة زي الحضارة الصينية بالخبرة والتفوق التركي بهالمجال. هاد بيعكس تأثير عميق وريادة حقيقية. هي فرضية رائعة، وأنا بحب هالنوع من الألغاز اللغوية، بس لازم نعترف إنها بتضل بنطاق الظن. يمكن تكون مجرد تشابه صوتي ناتج عن الاحتكاك المستمر على الحدود، وما بتعني بالضرورة اعتراف بتفوق منهجي. وحتى لو افترضنا إنها صحيحة، فالتركيز على هالدليل المحتمل بخلينا نغفل عن التأثير الهائل اللي كان عم يتدفق بالاتجاه المعاكس. الأويغور نفسهم متشكلوا وتغيروا بشكل جذري بسبب النصوص اللي ترجموها. ثقافتهم الأدبية، فلسفتهم، أديانهم، كلها تقريباً كانت مستوردة ومترجمة. أخذوا من الهند والصين وبلاد فارس أكثر بكثير مما أعطوا. العملية كانت تفاعل ثقافي هائل وغني، ووصفة بالريادة من طرف واحد ببين لي تبسيط شديد لهي الديناميكية المعقدة. كانوا حلقة وصل بارعة ومصفاة ثقافية ذكية، بس كانوا عم يتأثروا قد ما عم يأثروا، يمكن أكثر. بالنهاية أنا لسه بشوف إنه الأدلة مجتمعة، من المنهجية المنظمة والابتكار الأدبي اللي حول النثر لشعر وللتأثير اللغوي المحتمل على الجيران، كلها بتشير لحركة ترجمة واعية ومبدعة. لقد تجاوزت مجرد رد الفعل لتصير مشروع ثقافي رائد ساهم بتشكيل هويتهم وترك بصمة ما بتنمحي بتاريخ آسيا الوسطى. وأنا ما زلت بشوف إنه هاي الأنشطة العظيمة على الرغم من تعقيدها اللي ما بننكره بتضل بجوهرها استجابة عبقرية وناجحة لظروف خارجية قاهرة. كانت الترجمة هي الأداة اللي مكنتهم من التكيف والازدهار بعالم متغير ومتقلب، بس الدوافع الأساسية كانت دينية وجغرافية وسياسية، وهالشي بخلي هاي الحركة أقرب لفن التكيف البارع منها للريادة الفكرية المستقلة. إذن متفقين على أن الترجمة كانت العمود الفقري للحضارة الأويغورية القديمة، وإنها كانت نشاطاً على درجة غير عادية من التطور والتعقيد. بس بظل الخلاف قائماً بتفسير المحرك الأول. هل كانت إرادة داخلية دافعها الفضول، أم كانت ضرورة خارجية
دافعها البقاء. بالفعل، وفي كلتا الحالتين اللي بتكشفوا هاي المصادر هو العمق المذهل لهاي الظاهرة وأهميتها، وهذا بدعونا نتأمل بكيفية الثقافات بتبني هويتها عبر الكلمة المترجمة، سواء كانت هاي الكلمة أداة للتكيف مع العالم أو وسيلة لإعادة إبداعها العالم من جديد.